عبد الحميد. لا ما تخضناش يا هندسه. يا عم اتخضيت اتمثل ما انا قايل لك ان احنا طالعين لايف. حبيبي هندسه. هو ايه ده وايه ده؟ قلت لي في فرق شاسع في الاسعار وفي الجوده، تمام. بس للاسف المنتج مش معروف، فالناس يعني مش بتستخدمه. بص يا هندسه مبدئيا اسمه كده الزيت ده الاصل. ده زيت، ده مصنع خصيصا لللكسس والتويوتا. تمام. ده كده مصنع في الامارات بتسريح من شركه تويوتا في اليابان. هم بيسموه زيت تويوتا. ده زيت يعني مش هنقول متخصص، بس مصنع لعربيات تستحمل المشقه، اللي هي معمول لها ريفيوهات بتقعد مليون الف كيلو دي. ما هو يعني الموضوع ده فعلا انا بحس ان هي العربيات التويوتا لما بتيجي تعمل مواصفه عربيه بزيوتها بكل حاجه تعملها للحاجات الجويه بتاعتنا، العوامل الجويه بالظبط. والاجواء الشاقه بتاعتنا. الخليج كله ما بيعتمدش غير التويوتات، هي العربيه الوحيده اللي بتستحملها المشقه والحر والجو بتاع الخليج. للاسف العربيات الصيني زي العربيات الشيري اللي عندك اللي انت متخصص فيها بيبقى المواصفه بتاعتها مش شايفها طيب مظبوطه. بص يا هندسه، احنا بنختار العربيه المواصفه عن طريق حاجتين. اول حاجه اللزوجه اللي هي 5W40، دي المواصفه اللي بيوصي بيها دي المصدر. اللزوجه مش مواصفه. تمام، دي اللزوجه بتاعت الزيت، وبرده احنا الحمد لله وفرناها هنا. تمام. تاني حاجه بقى ودي الاهم، اللي شركات الزيوت بتمشي مع تطورات العربيات، فكل تطور بيعمل له زي مواصفه وزي مكونات بتتحط جوه الزيت عشان تحافظ على العربيه. تمام. اعلى مواصفه في السوق المصري هو شيل. تمام. مشهور. لا كمواصفه كمان كتركيبه عشان بس نبقى عادلين، غير الزيوت المستورده، انا بتكلم على الزيوت المحليه اللي هو شيل تعاون توتال. مش مقتنع قوي بموضوع اعلى مواصفه. طيب الاي بي، طب هنا بيقول ايه؟ بيقول لي الزيت ده اس بي. معنى اس بي ده، اس دي معناها اللي هو مخصص لعربيات البنزين، وبي دي اللي هي مخصص اللي هو ده بيختار اعلى مواصفات للعربيات الحديثه كلها. تمام. وده برضو الحمد لله متوفر في الزيت اللي احنا بنعرضه دلوقتي. طيب ايه اللي يخليني اشتري ده وما اشتريش الشيل؟ رقم واحد فرق السعر طبعا. فرق السعر. احنا بنتكلم ان اللتر عامل 350 جنيه، يعني الشركه بقت عامل 1400 جنيه. ده مصروف عليه كتير قوي في الدعايه والتسويق. بس ده برضو اللي معلي سعره. صح. انا اسف برضو لما بيجي يفتح مكان بيصرف عليه فلوس بياخدها منين؟ ما هو برضو من جيب المستهلك. فاذا في توفير. طب هل المواصفه بتاعت الزيت دوت، انا بصراحه بقتنع قوي باي مواصفات بتحطها اليابان. تمام. وبلاقي العربيات بتاعتها ماشيه تمام وما فيهاش اي عرفتك الياباني ما تشتريش تاني. ما هو الحمد لله مش عارفين نشتري ولا اولاني ولا تاني. فهم يعني شكل الزيت اصلا، شكل الجيركن عاجبني. تمام. الناس ممكن تخاف. لا بص، طب انا كان حد امبارح بيكلمني والله بمنتهى الصدفه، فقال لي انت تضمنه؟ قلت له اه اضمنه. قال لي طب يعني انت ازاي تضمنه؟ على راسي. انت قلت له انت هتخش؟ لا انا قلت له انت هتخش ونسمع صوت عربيتك، صوت موتورك، وهننزل الزيت اللي موجود ونحط الزيت ده. مع اول دوره انت هتحس بفرق في صوت الموتور، في صوت الموتور نفسه. انا سمعت اللي هو يعني ممكن يقلل كمان في النوكينج اللي ممكن يحصل في العربيات. الاحتكاكات قصدك يعني؟ النوكينج اللي هي التسقيفه واحنا طالعين بالعربيه. هو ده برضه ده ناتج عن الاحتكاك. يعني فالحراره بتاعت العربيه بيأثر فيها الزيت، فبالتالي بتقلل من النوكينج. دي برضه حاجه محترمه. الداتا شيت بتاعته بتقول اللي هو اعلى من الداتا شيت بتاعت الشل. مش عايزين نقول كده عشان لو قلنا كده الناس هتهاجمنا، هيقول لك انت عشان تبيع منتج فبتبوظ منتج. لا انا الشل مش وحش. تمام. بس قاعد بنتكلم في منافسه سعريه، مش هقول لك بقى منافسه ماركه. انا مالي مكونات. طيب هو مكوناته اعلى من شل. الداتا شيت بتاعته تقول اعلى من شل، والفيصل بينه وبينهم يجي يقولوا مكونات ده ومكونات ده، والسعر اقل جدا. احنا بنتكلم في حوالي 700 800 جنيه فرق. شكرا يا هندسه. حبيبي تؤمرنا يا هندسه. شكرا لكم يا جماعه.